وبين ساعه الصفر صارت كلش قريبه، نايمين يم نسوانهم. ها تعرف كيف؟ والامريكان اللي بعيدين 7 بحار. تدري البيت الابيض اجتماعات بيه من الصبح لليل دكتور علي. انت على طيب من تحكي وين من تقارن؟ اريد شلون تريد انت تنتصر؟ بالسبحه، بالدعاء، بالكلاوات، بالخرافه، بمطارده المفكرين والعلماء. زين، تخلون البلد بيد الجهله، بيد العربجيه. هاي نتيجتكم، وسوف تذاقون وسوف تسحق رؤوسكم وعن قريب. كل حتى ذولا شوفوا ما صدموا راسكم. وين هذا العامري؟ وين المالكي اللي رضعوه من صدر ايران واللي اذلوا العراقيين على مود الثوره الاسلاميه في ايران؟ وينهم؟ فانا اتحدث بهذا الخطاب للعراقيين، لان اعرف مواقف البعض متردده، لانه مو واعي، لانه مو صادق، لانه كاذب في داخله، منافق، هو يكره ايران. بس جت اللحظه اللي يسوي لها شو اسمه على اساس طيب. الشخصيه هاي اسرائيل. يلا اطلع لها، اطلع لها، ظل قاعد بالعراق وزدمخ، لو بالدواوين لو بالكيبوردات. اطلع، احنا ما عندنا قدره نواجه اسرائيل. يلا، مو صحيح؟